وفي حد بينسى فلوس عند اي حد؟ فلوس ايه دي؟ بقيت حق البيض اللي اشتريته منك يا عم نول 90 قرش بالتمام والكمال. الهي يطلع لك 90 قرش من الترعه ياكلوك يا بعيد. كده كله تمام يا جماعه. تورته الايس كريم السايح والزينه القماش والشمع اللي ما بيطفيش والاغاني، كده يبقى كل حاجه جاهزه قبل ما يجي. اهدى بانه جه اهو. دي غباش يا فندم يا عم تسوقي، سلامة الشوف. اهدى، انتوا عاملين حفلة ولا ايه؟ ايوه، ده عيد ميلاد الضياستي. هو ضياستي لسه بتعمل له عيد ميلاد؟ ما دي نكتة دي. انت اصلك ما فاهمش. عيد ميلاد الضياستي ده زي ما تقول كده يعني عامل زي عيد الاستجلال بتاعنا. ايوه امال ايه؟ ده عم ضياستي هو اللي عمل المناهضة الحديثة في كفر ابو عجوة. يا سلام، ودي تورته بوظة بقى دي ولا ايه؟ الله يجشطالك يا غباش يا فندي، ديت تورته الايس كريم بس زي ما تقول كده سايحه. طب ما تحطوها في التلاجة يا جماعة بسرعة. الله، ده احنا ما صدقنا انها ساحت. ما انت اصلك ما عرفش سر تورته الايس كريم السايح دي. انا هحكي لك. في يوم من ذات الايام كنت نازل مصر اقضي شويه مشاوير، وقبل ما ادق الجرس عشان القطر يقوم هوب ابص على المحطه دي الاقي مين؟ يلا يا ولد اذا كنت هتركب القطر هيقوم. ايوه انا هركب اهو. لا مش هركب. لا انت حر، توكلنا على الله. لا استنى هركب اهو. لا مش راكب. وبعدين معاك مالك كده مش على بعضك؟ اصل يا عم النهارده عيد ميلادي وكنت عايز انزل البندر اشتري تورته، بس لو ركبت القطر مش هيتبقى معايا فلوس اجيب تورته، ولو ما ركبتش القطر مش هعرف اجيب التورته. لا حول ولا قوة الا بالله. طب يا ولدي هات الفلوس، انا نازل مصر هجيب لك التورته واستناني انت هنيه العصرية عشان تاخدها مني. بجد والنبي يا عم؟ ايوه. قول لي انت اسمك ايه؟ اسمي ضياستي وعايز التورته بالايس كريم. طيب يا ضياستي، تورته الايس كريم دي موجوده في الأجخانات ولا هدوخ عليه ايه؟ لا ان شاء الله هتلاقيها يا عم دسوقي. انا عمك دسوقي. ده انا فكرتك ضحكت عليا وخلعت بالقرشينات. عيب يا ولدي، عمك تسوقي ما يخلعش ابدا. ده انا لفيت لك البندر طابونه لحد ما لقيت لك البتاع اللي انت عايزها دي. خد يا سيدي. الله متشكرين يا عم تسوقي، انت احلى عم تسوقي عرفته في حياتي. بالهنا والشفا. اهدي، ده الايس كريم ساح. معلش بقى يا ولدي، الجو حر والطريق طويل فسحت مني، لكن لما ضياستي بقها عجبه طعمها قوي وهي سايحه، قال خلاص من هنا ورايح كل عيد ميلاد لازم اجيب تورته ايس كريم سايح. اما حكايه غريبه، يعني استاذ ضياستي اول مره يتعرف على عم تسوقي كان صدفه؟ ايوه، كلنا اتعرفنا على ضياستي بالصدفه في عيد ميلاده. يا سلام. ايوه يا غبش، ده حتى انا شخصيا اتعرفت عليه اول مره في عيد ميلاده. طب تيجي ازاي دي بقى وانت قريبه؟ اسمع يا سيدي. ايوه مين؟ مين يا ضياستي؟ ده باينهم بتوع الكاميرا الخفيه يا ماما. يا واد بقى ما عرفش شادي واد خالك اللي قاعد في مصر؟ وانا هعرفه منين يا ماما؟ ما انا بتحايل عليك انزل مصر ما انتش راضيه. يا عم ده انت لسه بتعمل عيد ميلاد زي العيال الصغيره، عايز تروح مصر لوحدك؟ لولا ابوها الله يرحمه وصانا اعمل له عيد ميلاده كل سنه ما كنتش عملته له. يا واد هف الشمع خلينا ننتهي. طب يا ماما مش الاول اقولها برزاي توتو؟ هف يا واد. حاضر يا ماما. هلا
جرى ايه هذا انت بتهف سمعتي ليه؟ هو كان عيد ميلادك ولا عيد ميلادي؟ ما جراش حاجة يا دياسطي، هف يلا انتهي. هلا هف ايه ده؟ انت طفيت الشمعة التانية كمان؟ ده انت كدهت مقطفة اكتر مني. دياسطي هتعلي صوتك وانا قاعدة ولا ايه؟ هف يا دوسة اخر شمعة، وانا اوعدك مش ههف تاني خالص. تحلف؟ احلف. قول والنعمة ما ههف. والنعمة ما ههفها، ولو هفيت ابقى حمار. هتهف وتنتهي ولا انهي عمرك بيد دي يا واد انت؟ حاضر يا ماما. هلا هف يا ولد خالي، ولد خالي. ومن ساعتها دياستي ما بيعملش عيد ميلاده الا لما يتاكد ان الشمع من النوع اللي ما بيطفيش. اما حكاية غريبة جدا. باي، هو ده يا اسطى اتأخر ليه؟ هو عارف ان احنا هنا؟ ايوه، انا سبت له ورقة في البيت وكتبت له فيها: دياستي الحبيب، خرجت ولم اجدك. لما تقرا الورقة دي تجيلي في الحال على البلزين، التلزين، الفلسعين. يخرب بيت خطك يا بسنت، ايه الكلمة الاخرانية دي؟ لا تكون عصابة خطفتها قبل ما تكمل كتابة الورقة. هو عيد ميلاد باين من اوله، لازم اعرف الكلمة الاخرانية دي ايه. تجيلي في الحال على السيساسين، الفلسمين، الابلسين. ده طلع عيد ميلاد دياسطي ده حاجة مهمة وانا مش واخد بالي. جرالك ايه يا استاذ غباشي؟ ما انت اول مرة تحضر عيد ميلاده. طب ما انا بقالي هنا سنة تقريبا. ما يمكن اكون انا كمان اتعرفت عليه في عيد ميلاده. امال لو حكيت لك بقى انا عرفت دياسطي كيف. دياستي هو ده اسمك؟ ايوه اسم دياستي، فيها ايه دي يعني؟ كابتن شكله غلطان في الروم. جرى ايه يا يوزر انت وهو؟ اللي مش هيحترم نفسه مع الجدع ده هديله بنا على طول. لا مؤاخذة يا اخ. ربنا يجبر بخاطرك يا اميرة. لا، انا اسمي بسان. وانا اسمي دياستي من كفر ابو عجوة. يا حلاوي، انا كمان من كفر ابو عجوة. يا سلام، النت ده صغير قوي يا جدعان. وانت ايه اللي دخلك روم الدبور الحزين؟ اصل النهار ده عيد ميلادي، ودخلت على النت اعمل سيرش على زينة عيد الميلاد وما لقيتش. خلاص يا سيدي ما تزعلش، انا بعمل زينة رمضان وزينة اعياد الميلاد وكل حاجة. طب ما تعملي لي فرعين زينة اعلقهم في عيد ميلادي ينوبك صواب. ايوه افضل تسحلب وتدحلب باجة وبعدين تقول لي تعالي نتقابل في المول. لا والله مش قصدي يعني، ده حتى انا ما بنزلش المول الا قليل يعني. طب اسمع، عارف الشجرة الكبيرة اللي على اول الزراعية؟ تروح عنديها المغربية هتلاقي فرعين الزينة مستنيين. الله يسهله يمين، الله يسهله. العب ابو تريكة، العب ابو تريكة. الله ايه الحلاوة دي. انا اول ما سمعت صوتها قلت البت دي فنانة وحداها زنس. ده شكله حلو ومسمسم جاوي. البت دي باين عليها طويلة وفرعة. طب وانا هجيب البتاع ده كيف دلوقتي؟ يا دي النيلة دي بانها بنت عبيطة ولا ايه؟ بجد ايه؟ تسمح يا اخ؟ نعم يا اخ. بقول لك ايه، ما تعمل خدمة لاخوك وتشني عشان اجيب فرع الزينة دي. لا يا اخويا انت تجيل. طب بلاش، تعال اشيلك انا وامر لله وتجيب لي الزينة دي من فوق الشجرة، ماشي؟ يا زكاوته يا نبهته. ومن ساعتها وانا كل سنة اعمل له الزينة واعلقها له على الشجرة وهو يجي ياخدها. يا جماعة الوقت اتأخر، ما تشوفوا لنا دياستي ما جاش ليه؟ انا هتصل بيه، مش خسارة في دقيقة في عيد ميلاده. الوسين، البشين، السلاسين. صليت عايز ايه دلوقتي؟ انا فضيلك. السسين، البسين، البسين. كيف تاهت عن بالي دي؟ يا جماعة ما تقلقوش،
ما دام كنسل يبقى جاي في الطريق. هو ده يا اسطى على طول كده، طول عمره تعبنا معاه حتى في عيد ميلاده. ايه ده؟ انتوا قاعدين هنا كلكم؟ اخيرا جيت يا ده اسطى. ايه ده؟ بقى تنسوا عيد ميلادي وتعملوا عيد ميلاد لوحدكم من ورايا، وكمان جايبين الشمع اللي ما ينطفيش ورجينه في تورته الايس كريم السايح، وانت يا بسنت عامله لهم الزينه اللي بحبها. حرام عليكم، حرام عليكم، حرام عليكم. في يا ديسو يا عم، ده عيد ميلادك انت. كل سنة وانت طيب يا دياستي. ايه؟ طب ما قلتوليش ليه؟ كنا عاملينها لك مفاجأة يا عم دياستي. يعني التورته الحلوه دي بتاعتي؟ ايوه يا سيدي، يلا بقى عشان نطفي الشمع. هلا بركاتك يا شيخ ديسو. ايه ده؟ الكهرباء انقطعت ولا ايه؟ انا بخاف من الضلمة يا عم دياستي. يا خايف من ايه؟ ده حتى الشمع منظره حلو قوي وهو منور في الضلمه. من هنا ورايح لازم اقطع الكهرباء في عيد ميلادي كل سنه. انتوا ما جبتوليش هدايا ولا ايه؟ ان هتعرف على حد جديد الليله دي.